خليك قوي قدام الناس وقدام نفسك، وبلاش تلبس قناع تداري بيه حقيقتك. حب نفسك وخليك واثق فيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الثقة بالنفس مش لازم تكون صوت عالي، دي حالة سلام داخلي لازم نكون عايشين بيها وعليها وتكون جوانا، حتى لو الدنيا حوالينا مش مطمنانا، حتى لو الدنيا حوالينا صعبة، حتى لو كانت قاسية. ناس كتير فاكرة ان الثقة بالنفس معناها ان احنا ما نغلطش أو ما نضعفش أو ما نخافش حتى. الحقيقة غير كده. الثقة بالنفس إنك تغلط وتقوم وتخاف وتكمل وتضعف، بس ما تكرهش نفسك. ليه في ناس مش واثقة في نفسها؟ علشان اتربت على المقارنة، على النقد المستمر، على إن حبهم مشروط، وعلى جملة معينة أو كلام معين. لو كنت أحسن شوية كنت اتحبيت أكتر. وكتر الانتقادات بتغير الشخصية. الطفل بيكبر بيبقى شخص كبير، بيفضل بيجلد في ذاته وبيجلد في نفسه، والموضوع ده بيعمله كل ما بيغلط، وما يعرفش يفرح نفسه حتى لو هو ناجح، علشان الثقة بالنفس اتكسرت جواه. وطبعا الكسر ده مش بيبقى في موقف واحد، لكن في مواقف صغيرة كتير اتساب فيها لوحده، وهو كان محتاج يتسمع، كان محتاج يتفهم، كان محتاج حد يفتح له قلبه ويقول له نعم أنا بسمعك. الفرق بين الثقة الحقيقية والثقة المزيفة إن في ناس شكلها واثق من نفسها قوي، بس من جواها بتبقى خايفة ومرعوبة. بتلاقي الناس دي دايما محتاجة حد يسقف لها دايما، ويزعل من أي كومنت أو نقد أو أي حاجة آه، تتوجه ليه. بيدافع دايما عن نفسه بزيادة، بيقلل من غيره علشان يحس بقيمته هو، لأنه بيكون عنده نقص بيكمله بغيرته من الآخرين. على فكرة دي مش ثقة، ده دفاع مستمر عن هشاشته، عن ضعفه. الثقة الحقيقية بتكون هادية جوانا، مش محتاجة تثبت حاجة، بتكون باينة في ملامحك، في وشك وانت بتتكلم، في ثقتك بنفسك. عارف قيمتها وعارفة قيمتك حتى وهي ساكتة جواك. الثقة بالنفس مش انك تكون كامل على فكرة، لان من اكبر الغلطات والاكاذيب النفسية اللي بتبقى في حياتنا ان الانسان يفتكر انه لازم يكون كامل علشان تثق فيه وتحبه وتقرب منه. لا، الثقة الحقيقية بتبدأ لما نقول أنا مش كامل، بس أنا أستاهل الاحترام، ومع إني أستاهل الاحترام أستاهل كمان إن أنا أتقدر. يعني كلنا نغلط، لكن ما نكرهش نفسنا. أيوة، أغلط من غير ما أكره نفسي، وأتعلم من غير ما أتهان، وأختار من غير ما أعتذر عن وجودي. صوتنا الداخلي أو العقل الباطن جوانا بيمثل لكل واحد يا إما عدو يا إما صديق. وأسأل نفسي، يعني أنا بكلم نفسي إزاي؟ أو أنت بتكلم نفسك إزاي؟ صوتك الداخلي اللي جواك وهو معاك بيكون قاسي ولا محبط ليك، ولا في مقارنة بين اللي انت بتعمله في حياتك وبين الآخرين، ولا بيفكرك دايما بفشلك؟ لو الصفات دي كلها فعلا عندك أو المعاني دي كلها جواك وده صوتك الداخلي بالنسبة لك، فاعرف إنك مش ناقص ثقة، انت بس محتاج تعاطف مع نفسك. لازم تحب نفسك وتقرب من نفسك وتسمع نفسك، لأن الثقة بالنفس بتبدأ منك انت من جواك انت. لما صوتك الداخلي يبقى أحن شوية عليك من أصوات الناس كلها اللي بتكسرك، هتلاقي هنا ثقتك بنفسك، وقتها هتحب نفسك وتكون واثق من نفسك. يعني افصل قيمتك عن نتائجك، يعني مش نجاحك ولا فشلك اللي هيخليك تحب نفسك. يعني أنا ممكن أكون فاشلة، لكن مش لازم أكره نفسي، ومش عشان أنا ناجحة أتعالى وافتخر بنفسي وأحب نفسي. في الحالتين لازم أنا أقرب من نفسي، لأن أنا في الأول والآخر إنسان. أحترم حدودي وأحترم كياني وأحترم كينونتي وأقدرها. لما أنا أقدرها هجبر اللي حواليا يقدروها، لما أنا أحترمها هجبر اللي حواليا يحترموها. أحترم حدودي،
اللي يحترم حدودي أكيد هحترم حدوده، واللي هيقلل مني أكيد هقلل منه. أختار دايرتي عشان الثقة تزيد وتكبر، لأن الثقة بتموت في بيئة سامة وبتعيش في بيئة آمنة. واعترف دايما بإنجازاتي حتى لو صغيرة عشان تكبر، عشان أبقى واثق من نفسي، خصوصا اللي محدش شافها غيري. الثقة بالنفس مش بتمنع الألم على فكرة، علشان احنا بشر. فالثقة بالنفس مش بتمنع الوجع ولا الألم جوانا، لأن الشخص اللي واثق من نفسه لازم يتوجع عشان ما ينهارش ويخسر، بس ما يحتقرش نفسه، ويرفض ويقول لأ بس ما يشكش في قيمته الحقيقية. علشان الثقة بالنفس مش درع، الثقة بالنفس بتمثل العمود الفقري للإنسان، اللي بيكون ثابت من خلاله على الأرض عشان يقف صلب ما يتكسرش. احنا مش محتاجين نبقى نسخة أحسن علشان نتحب، احنا محتاجين نبقى نسخة صادقة مع نفسنا عشان نرتاح ويكون عندنا رضا وسلام نفسي. خليك واثق في نفسك، مش عشان تكون الأقوى، لكن عشان تكون الإنسان الحقيقي اللي راضي من جواك عن نفسك. كن حابب نفسك وقابل كده. قولي كده، امتى حضنت روحك وهي تعبانة من غير ما تقول لنفسك أنا خلاص انتهيت؟ امتى سمحت ضعفك بدل ما تحاسب نفسك؟ الثقة بالنفس مش إنك ما تقعش، بالعكس لازم تقع، بس كل ما تقع تقوم أحن على نفسك من الأول، ما تبقاش قاسي عليها. الثقة بالنفس بتعلمك أو بتخليك ما تبقاش في حرب دايما مع روحك، إنك دايما تختار السلام. خلي السلام دايما قدام عينيك، لنفسك مش لحد تاني، حتى لو مش كل الناس فاهماك، حتى لو مش كل الناس بتسمعك، حتى لو مش كل الناس حساك، ولا حتى بيفهمك. افتكر دايما ان انت مش قليل، انك تستاهل تكون للأحسن. انت بس اتعلمت تشك في نفسك وتشك فيها بدري. اول حاجة بتحسها ان انت غلط ومش واثق في نفسك. عايز الناس تقدرك ازاي؟ انت مش حابب نفسك ولا مقدرها ولا حاسس بروحك ولا مقرب لنفسك، ازاي هتستنى ده من الناس؟ جه الوقت اللي هتقرب فيه من روحك وتفهمها وتحسها، وافتكر دايما انها استحملتك كتير. يمكن تفتكر ان الثقة بالنفس خطوة جاية بعدين، لكن الحقيقة انها قرار بيتاخد دلوقتي. قرار انك ما تبقاش خصم لنفسك ولا عدو لنفسك ولا تقف ضد روحك. كل ما تتعب تجادلها وتجلد ذاتك وتجلد في نفسك وتقلل منها علشان ترضي غيرك او ترضي حد. الثقة بالنفس انك تختار تصدق احساسك، تصدق قلبك، وتحترم وجعك، ودايما تعترف انك استحملت اكتر من اللازم. ولو الدنيا كلها خذلتك قبل كده، افتكر دايما انك لسه واقف على رجليك، وده لوحده دليل على ان جواك قوة محدش قدر يكسرها. خلي ثقتك بنفسك مش صرخة جواك، خليها هدوء مش تحدي، خليها سلام مش حرب جواك. ودايما قول لنفسك طول ما روحك بخير انت بخير. دي كانت لمسة روح النهاردة، لمسنا بيها ثقتنا بنفسنا. كنت معاكم سحر علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.